مساء الخير إذا كان عندكم مساء، وصباح الخير إذا كان عندكم صباح. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم سويت معاكم حلا الهبة أو كيكة الهبة اللي هي كيكة العسل. أتوقع غيدا صالح أو مريم جمال، والله ما أعرف. هذه الكيكة اللي مسوية يعني ضجة في التيك توك، فقلت لازم أسويها معاكم. أول شي راح أسوي الكريمة، حطيت قشطة، حليب مكثف، 2 دريم ويب و2 كريم كراميل. طبعا أنا غيرت شوي في المكونات يعني على حسب اللي أنا أبغاه. 5 حبات جبن كريمي، وكمية من العسل. أنا حطيت زي كذا، انتوا شوفوا الكمية اللي انتوا تحبونها. راح أخلطها كلها مع بعض، وبكذا صارت الكريمة حقتنا جاهزة. الحين راح نبدأ نسوي الطبقات. طبعا تقريبا احتجت علبتين بسكوت أتوقع، أو 3، والله مو متأكدة، يمكن 3، ولأن الصينية حقتي صراحة كانت كبيرة. راح تحطون طبقة من البسكوت، تغمسونها شوية في الحليب، لا تغمسونها بزيادة لأنها مرة راح تذوب يعني. وبعدين تحطون طبقة من الكريمة. الكريمة راح تكون طبقة مرة صغيرة يعني، فهمتوا؟ بس كذا خفيفة يعني. بس صراحة أنا توقعت إنها راح تكون سهلة، بس صراحة أخذت وقت يعني، يبغالكم تكونون رايقين وقتها. المهم، وبعدين تسوون طبقات اللي تبغونها. أنا تقريبا حطيت 5. آخر شي تحطون كمية كذا حلوة من الكريمة، وتزينونها بالبسكوت المطحون. وممكن تضيفون عليها أي فاكهة انتوا تحبونها يعني، توت أحمر، أسود، فراولة، كيفكم. أنا حطيت صراحة التوت الأحمر وحطيتها في الثلاجة. تقريبا أنا خليتها يوم كامل. انتوا أتوقع إذا خليتوها يعني كم ساعة كمان راح تكون كويسة، على حسب يعني اللي انتوا تبغونه. بعدين خليت شوية من الكريمة، شايفينها كيف. راح أضيف عليها كمية من الحليب السائل. كمية الحليب السائل على حسب رغبتكم، سواء انتوا تحبون الصوص يكون مرة خفيف أو تحبونه شوية يعني متوسط. وبس، وهنا كيكتنا صارت جاهزة. شايفين الجمال كيف؟ صراحة مرة شكلها حلو. راح أقطعها معاكم وأوريكم كيف شكلها. شايفين الجمال كيف؟ صراحة شكلها مرة حلو. بعدين تحطون عليها كمية الصوص اللي تحبونها، وغرقوها بالصوص لأن الصوص لذيذ معاها. صراحة مرة لذيذة يعني، تستاهل تكون هبة. أنا حبيتها جدا جدا لذيذة، ومقاديرها موجودة في كل بيت يعني، لازم تلحقون تجربونها الحين، خصوصا وهي باردة يعني تبرد على القلب. جربوها راح تعجبكم. واكتبوا لي تحت الوصفات اللي حابين أسويها معاكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.